اهلا بيكم. اهلا بكل جمهور قناة كورتنا. فضلا وليس امرا، متنساش اللايك، متنساش الشير، متنساش الاشتراك في القناة عشان نوسع دايرة جمهورنا ونحاول يوصل لك كل جديد احنا بنحاول نوصله لك. طبعا مصر كلها اليومين دول بتتكلم على صفقات النادي الاهلي. مفيش حاجة في السوشيال ميديا، مفيش موضوع في السوشيال ميديا الا مفيش صفحة، مفيش قناة، مفيش حتى الاعلام الرياضي كله بيتكلم على صفقات النادي الاهلي. النادي الاهلي ما فتحش الخزنة، ده النادي الاهلي جاب البنك المركزي كله، خزنة البنك المركزي، وبدأ يجيب بيها الصفقات. احنا بقالنا كام سنة، يعني ممكن عشان الواحد ما يبالغش ممكن 3-4 سنين او 3-4 موسم انتقالات، اذا كان صيفية او شتوية. النادي الاهلي ما بيعرفش او ما بينجحش في التعاقد مع لاعبين مميزين. سبحان المولى، فجأة بقى قدامنا قماشة كبيرة جدا عارفين نختار منها. يعني احنا كنا موسم الانتقالات الصيفية لسه كان من كام شهر، ما كناش عارفين نجيب لعيبة. هتقولي دي ليها امور متعلقة تعاقد اللاعبين مع الأندية، ليها علاقة ليها علاقة بالأمور المادية شوية، بس اتضح ان الأمور المادية مش عائق باللي احنا شايفينه دلوقتي. يعني انت لو هتاخد شماعة الأمور المادية هي اللي كانت عائق ما بين تعاقد النادي الأهلي بأي لاعب، لا ما اعتقدش ان الموضوع بالشكل ده. بأمارة الوقت اللي احنا فيه، يعني اديك شايف احنا اي صفقة احنا بنخش فيها بنقطع فيها شوط كبير جدا. مخلصين حوالي 4 صفقات. طبعا الصفقة الرابعة هنتكلم عليها، اللي هي بس لسه النادي الاهلي ما اعلنش عنها رسميا، هنتكلم عليها مع بعض في الفيديو. مخلصين 3 رسمي، النادي الاهلي اعلن التعاقد معاهم، وطبعا احنا شفناهم وما يخفاش على حد، يعني اذا كان مصطفى العش تمام وشفناه في الماتش، اذا كان جراديشار برضه لعب في ماتش بيراميدز، واللاعب احمد رضا لاعب بتروجيت. فحته ان انت كنت مش عارف تتعاقد مع اللعيبه دي كانت فيها مشكله، وكان مسببه ازمه لينا كجمهور النادي الاهلي. ان احنا بقالنا، هتقول لي طب ما انت كنت لسه جايب اشرف داري ولسه جايب يحيى عطية الله. مع احترامي الكامل اشرف داري لعيب كبير، بس انت لسه ما خدتش منه حاجه، ما بانش عندك، ما سمعش عندك، فانت مش حاسس ان انت جايب صفقه تفيدك من ساعه ما جه وهو مصاب. اشرف داري يعني يحيى عطية الله ماشي، لا خلاف عليه، ولعيب قوي جدا وان شاء الله يرجع بالسلامه ونتمنى له الشفاء. انما تيجي للتلت الامامي، هي كانت مشكله النادي الاهلي دايما في التلت الامامي. كلمه مشكله النادي الاهلي في التلت الامامي كنا احنا بنضحك على نفسنا فيها وبنقولها، او مش كنا بنضحك، كنا مصدقين نفسنا فيها. لما كان محمد عبد المنعم موجود، محمد عبد المنعم وهو ورا كان شايل هم وحمل تقيل جدا عن ياسر وعن رامي. لما محمد عبد المنعم مشي الدنيا اتكشفت، فبقينا احنا عايزين حد تقيل ورا يعوض غياب محمد عبد المنعم. وفي نفس الوقت المهاجمين عندنا او الجناحات عندنا نايمه خالص، اذا كان الاجنبي منه او المصري بغزاله. شويه تلاقيهم فايقين بيعملوا مطوشه جامده جدا، وفجاه تلاقيهم يعني تحس ان هم اصلا في لمستهم للكوره، تلاقيهم تحس ان هم مش بعيد جدا عن فكره لعيب النادي الاهلي. تمام، فماشي.
فبقينا احنا عايزين نمشي في خط متوازي بالنسبه ان انت تجيب جناحات كويسه او مهاجم كويس. وطبعا جبت وسام ابو علي، فبدات الدنيا تهدى عندك شويه ان انت معاك مهاجم قوي يشيل عنك الليله قدام. كشف عندنا الدفاع، بنحاول ان احنا ندعم الدفاع، فجبنا مصطفى العش لسه ما شفناهوش قوي. راجل اول ماتش لعبه باك شمال. فاحنا الحمد لله بدأنا، وكل ده على يعني اقول ايه، بس انت يعني كل الضجة اللي اتعملت الفترة الأخيرة على النادي الأهلي، أنا شايف يعني طبعا عشان ده النادي الأهلي، ومعروف إن هو لازم أي بطولة يخشها ياخدها، وده الطبيعي بتاعنا، ده ما عندناش أي مشكلة فيه. فأنت بسبب خسارة باتشوكا رجعت من كاس الانتر كونتيننتال، لقيت نفسك انت لاعب 10 مطوشه متعادل منهم 5 دوري. فطبعا في مشكله. خسران ماتش اورلاندو هنا، دي مصيبه مش مشكله. ده يعني مش مشكله، مش فكره مشكله، لا دي مصيبه، دي كارثه. ماتش اورلاندو بايرتس هنا 2-1 ليهم، احنا ممكن نتقبلها عندهم هناك في جنوب افريقيا، انما انا ما اتقبلهاش هنا. 2-1 نتيجه كارثيه. خساره شباب بلوزداد هناك يعني عادي، ممكن تحسبها عادي، ممكن تشوفها عادي، مفيش مشكله. انت بتلعب بره ارضك في شحن جمهوري، هم نازلين متحمسين جدا عشان انت لازقهم هنا 6، فممكن الدنيا متحمسه زياده عن اللزوم فجابوا فيك الجون، مع ان برضه ما عملوش اللي انا بحكيه ده. بس برضه ممكن عادي، الواحد ممكن يتقبل الهزيمه بره الارض، مفيش مشكله. هي كانت المشكله كلها في اورلاندو هنا طبعا. والخمس تعادلات اللي احنا قلناهم، بقت الدنيا بالنسبه لنا لا احنا محتاجين تدعيمات باي شكل. كابتن محمود الخطيب جمع مجلس الاداره في جمعيه رجاله ب50 او ب5 مليون دولار كل واحد، هتقبضوها 50. كله طلع الدولارات، حضرت تمام، وتعاقدنا مع فلان وعلان وترتان. لعيبه قويه لغايه دلوقتي، مستقبلها كويس مع النادي الاهلي. انا في بدايه الفيديو انا قلت 3 لعيبه، لا احنا تعاقدنا مصطفى العش، اتعاقدنا مع احمد رضا لاعب بتروجيت، اتعاقدنا مع جراديشار، ادي ال3. وتعاقدنا مع تريزيجيه، طبعا هو مش هيبدا معانا دلوقتي، لسه هيجي كمان 6 اشهر او في شهر 6 هيبدا معانا كاس العالم تمام، لمده 5 سنوات. هنتكلم على كل واحد فيهم. لو مسكنا صفقه مصطفى العش انت كنت محتاجه في التوقيت ده، زي ما قلت بغياب برحيل محمد عبد المنعم بدأت الدنيا عندك في خط الدفاع بقت مكشوفة، وبان ان رامي وياسر كورتهم قليلة جدا، انت ما بقتش عارف تبني هجمة ومش عارف تطلع بالكرة من تحت. وده مش عيب، ربنا خلقنا قدرات. يعني ياسر في يوم من الايام هو رامي الاتنين كان موسيماني هيمشيهم، يعني كانوا ماشيين اصلا من النادي الاهلي، لولا ان ده عدل طريقة لعبه وبدأ يمشي كرة على الارض ويرفع عينه. ونفس الكلام رامي، يعني ياسر ورامي الاتنين كانوا ماشيين على النادي الاهلي، لولا ان هم ظبطوا لعبهم شويه بجانب وجود محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم فرق معاهم جدا، محمد عبد المنعم فرق معاهم جدا. فكان وجود مصطفى العش بتدعيم خط الدفاع، مصطفى العش واشرف داري لما يرجع اللي احنا لسه مش شايفينه، ان شاء الله خط دفاع النادي الاهلي هيبقى اقوى من كده. ماشي، جبت انت احمد رضا. احمد رضا انت بتقول لاكرم توفيق باي باي، انت كده كده مع السلامه. النادي الاهلي ما بيقفش على حد من غير اي، بمنتهى الروح الرياضيه. مع السلامه. احمد رضا لاعب
6 و8 جامد جدا في بتروجيت. واللاعب ده اللي رشحه لاعبين قدامى في النادي الاهلي متابعينه من فتره طويله، واللاعب ده كان بيلعب في الدوري الدرجه الثانيه مع بتروجيت، وقليل لما الفرق اللي بتلعب في الدرجه الثانيه لما بتطلع درجه اولى ان هي تحتفظ بلاعيبتها. لما بتحتفظ بلعيب، اللعيب ده بيبقى كويس، اللعيب ده عارف ان هو طالع. واللعيب ده اصلا كان من ناشئين نادي الزمالك، ونادي الزمالك مشاه. ف ترشيحات ناس كتير من جوه النادي الاهلي، من اللاعبين القدامى اللي دربوه واللي شافوه في المنتخبات الصغيرين والناشئين، رشحوا لي النادي الاهلي لحجز مكان في نص الملعب. كويس كويس، انت ماشي في خطوه. يعني انت لما بتجيب لعيب انت ما بتجيبوش بس انت مش على صفقه هدي بقى الجمهور، لا انت جايبه لهدف ما. انت جبت مصطفى العش لاجل اللي انا بقوله، لاجل ان انت حاطه في مكان باذن الله هو يسد ويقفل لنا الثغره اللي في الدفاع. جبت احمد رضا لاجل هدف ما. ماشي اكرم، انت جايب حد مكانه يقدر ان هو يشيل مكانه. تمام. جراديشار، هتقول لي انت عندك وسام حجز مكانه في قلوب كل اهلاوي قويه جدا. وسام ابو علي، انت عايز يبقى عندك بدل. اصلا المفروض الانديه الكبيره اللي بتشارك في اكتر من بطوله المفروض يبقى عندك لعيب واثنين وثلاثه. يعني انا مش هفضل ماسك في وسام. طب دي وسام اتصاب، عملنا ايه؟ ما بقاش عندنا. انت بتلعب بامام عاشور راس حربه، تمام، بس هي الفكره وسام طريقه لعبه غير طريقه لعب جراديشار قوه بدنيه، عنده فتنس عالي، عنده هيدرز جامد جدا. يعني ممكن وسام بيلعب على المساحات اكتر من الكرة تحت ضغط. يعني جراديشار لا، قوة بدنية، يقدر يستحمل محطة كويسة جدا اذا كان بالهيد او استلام على الارض، بيطلع كرة كويس من رجله، مش هايب الموقف. كل ده انت تقدر ان انت تبني فرقة كويسة وافكار. تقدر ان المدرب يقدر ان هو يشغل افكار بالنسبة للاتنين. انت محتاج ايه من الماتش النهاردة بس، هي مش فكرة مين هيقعد مين. يعني الناس ماسكه انت جبت جراديشار يبقى وسام قاعد، لا هي الفكره مش كده يا جماعه. وسام ذات نفسه يعني كان اكبر دليل ان هو ما بيفكرش كده في ماتش بيراميدز. يعني الراجل قبل ما ينزل جراديشار كان مين اللي واقف معاه؟ كان وسام بيتكلم معاه وبيحاول يفهمه الاجواء المصريه واللعب بالشكل الفلاني. والناس دي انا يعني تمام انا عارفهم، فخد مني نصيحه. ده اكبر دليل ان الناس دي ما تفكرش كده. احنا بس اللي بنحاول نحرق كلام على الفاضي. فجراديشار حاجه وسام حاجه. انت عايز ايه من الماتش النهارده؟ هتقدر ان انت تبني عليه بقى، هتنزل ده او ده. ده باب مقفول، ما خلاص. طبعا بعد غياب طويل انت جبت ورجعت محمود تريزيجيه ابننا، تريزيجيه ابننا، وعمره ما وطالع من الباب الكبير من النادي الاهلي، ما هربش، ما عملش زي ناس كتير كانت في سنه. الراجل ده طالع على اوروبا منك انت، من باب النادي الاهلي. فانت مفيش افضل من تريزيجيه انت لو جيت تقيمه اذا كان في الانديه اللي لعب فيها او في المنتخب، وبالذات في المنتخب، تريزيجيه يعتبر 70-80% من قوه هجوم منتخب مصر. محمد صلاح باسمه الكبير بيبقى معمول عليه ضغط كبير جدا باتنين وتلات لعيبه. فممكن مش يعني محمد صلاح ما طبعا ده شيء انا ما بخترعش، يعني كلنا شايفين محمد صلاح ما بيلمسش كوره صح وهو معانا. فالضغط اللي معمول عليه لو انا هسميه ضغط خلاص، ونمشي من ناحيه ان محمد صلاح واخد كل اللعيبه دي 3 لعيبه على ناحيته، فالناحيه التانيه بيبقى موجود تريزيجيه هو اللي بيقوم بالشغل الهجومي لمنتخب مصر. 70-80% من شغل الهجومي لمنتخب مصر تريزيجيه هو اللي عامله. فتريزيجيه لاعب قوي جدا، صفقه
محدش يقدر يتكلم عليها ولا سن ولا اي حاجه. تريزيجيه اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، اذا كان في كاس العالم او لسه كمان قدامنا فتره طويله كمان هيكمل معانا ان شاء الله. هو ماضي معانا 5 سنين، يعني تريزيجيه مكمل معانا حبه حلوين يعني. مين تاني؟ طبعا الصفقه اللي مصر كلها بتتكلم عنها، السوشيال ميديا مقلوبه، صور وفيديوهات وصور متركبه، ويعني اشرف بن شرقي كلنا عارفينه، اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي ومصراوي. هو كان بيلعب معانا هنا في الدوري المصري، كان نجم من نجوم نادي الزمالك في يوم من الايام. الراجل لاسباب ماديه خد بعضه ومشي من نادي الزمالك. اذا كان هو فرجاني ساسي مشوا، كان بيلعب في الريان القطري، تمام. لحسن الحظ في الوقت، طبعا مش لحسن، هو طبعا النادي الاهلي اكيد فريق السكاوتنج عنده عارف كويس قوي هو بيمشي ازاي، بس ممكن لحسن حظنا ان احنا في وقت ما احنا عايزين نتعاقد كان خلاص اشرف بن شرقي بينهي او يعني بينهي مسيرته مع الريان، كان خلاص فاضله كام يوم ويفسخ العقد يعني. مفيش تجديد من ناحيه الريان، فتواصل مع مسؤول النادي الاهلي او الوكلاء وعرضوه على النادي الاهلي، فالنادي الاهلي رحب طبعا. اشرف بن شرقي فرده تقيله جدا جدا، مش عشان هو لعب في نادي الزمالك او عشان هو جاي النادي الاهلي فاحنا نضلل او نطبل، لا مفيش الكلام ده. اشرف بن شرقي فرده تقيله جدا، فرده تقيله جدا محدش يقدر يتكلم عنها. عنده مهارات وعنده عقليه احترافيه وعنده كل حاجه، يعني هيفيد جدا النادي الاهلي الفتره اللي جايه. طبعا الصفقه دي لسه رسميا النادي الاهلي ما طلعش اعلن عنها، انما كل المؤشرات والتقارير والاعلام والسوشيال ميديا وناس ليها يد كبيره جدا في الكوره بتتكلم ان اشرف بن، هو اصلا كده نادي الريان اعلن ان هو فسخ التعاقد مع اشرف بن شرقي، فخلاص اشرف بن شرقي بقى لاعب حر. وهي كانت المشكله كان في التعاقد مع نادي الريان، ان النادي الاهلي يرجع له. النادي الاهلي ما رجعش لنادي الريان في موضوع تريزيجيه، تمام. فهو ده ال او النادي، معلش انا اسف، محمود تريزيجيه المفروض هو كان على ذمه نادي الريان، ففي بند البيع والشراء في التعاقد مع نادي قطر القطري كانت كان يحق النادي الريان الشراء، فكان المفروض يعني كان النادي الريان زعل من الموضوع ده من النادي الاهلي، في ان انت كنت لازم ترجع لي في موضوع تريزيجيه، فانا هوقف لك مشكله يعني موضوع اشرف بن شرقي. فاحنا علاقتنا بالانديه كويسه جدا. كابتن محمود الخطيب سيرة عاطرة، لا يعني محدش لا عليها غبار، محدش يقدر يتكلم عنه. اتواصل مع المسؤولين في نادي الريان بمنتهى البساطة، الناس تفهموا الموقف وتقبلوا الاعتذار. ممكن حصل سوء تفاهم، ممكن حاجات كتير، حصل فسخ التعاقد ما بين نادي الريان واشرف بن شرقي وهم اعلنوا الكلام ده. فبس احنا لسه كنادي اهلي ما اعلناش رسميا، انما بنسبة 99.9 اشرف بن شرقي في النادي الاهلي. طبعا دول 5 صفقات قويين جدا، واحنا لسه شغالين كمان على صفقة تانية. اعتقد ان هو بيلعب رقم 10، بيلعب تحت راس الحربة، قوية جدا ان شاء الله، يعني بنحاول ان احنا نخلص فيها الفكرة. بس انا عايز اتكلم في حاجة بالنسبة للكابتن علي معلول. علي معلول يا جماعة ما يتسابش بالسهولة دي، يعني علي معلول ما يتسابش بالسهولة دي. علي معلول قيمة وقامة في النادي الاهلي، قعد معانا 8 سنين ما شفناش منه حاجة وحشة، ما بخلش علينا بنقطة عرق واحدة. علي معلول
كان بيتهاجم في بلده بسبب يعني حبه الشديد للنادي الاهلي. طبعا ده شغل، انا مش معنى ان انا رايح العب الترجي فانا اطبطب عشان انا تونسي فانا اطبطب عليهم ففرقتي تخسر. فخلينا يعني، بس انا بقول لك ان هو وصل لدرجه إن الهجوم من اهل تونس، الهجوم عليه من اهل تونس بسبب حاجه زي كده. فعلي معلول انا نفسي، انا اتمنى، احنا كل الكلام اللي سامعينه في الاعلام والبيانات اللي بتطلع من مجلس اداره النادي الاهلي على قناه النادي الاهلي او في اي منصه تانية، ان احنا عايزينه، ان احنا كمجلس اداره عايزين علي معلول. مشكله في مارسيل كولر، مارسيل كولر شايف ان مكانه، هو طبعا هو ما حدش يعلم بالغيب، انما مشكله علي معلول ان مارسيل كولر خايف ان هو طبعا راجع من اصابه بقاله فتره طويله، فشايف ان ممكن ما يأديش بنفس المستوى، وانا محتاج حد قوي في الحته دي. احنا ما بنفكرش كده، هو راجل ما بيفكرش عاطفه، مارسيل كولر ما بيفكرش عاطفه، بس هو لازم يبص لها من ناحيه تانية. يعني الراجل ده انت ممكن انت ما عاشرتوش كتير، ما شفتوش كتير، يعني ممكن انت جيت هو اتصاب تمام، انما علي معلول بقى معانا احنا بقالنا فتره، فما ينفعش ان هو يمشي بالشكل ده. ما ينفعش يطلع وكيل ويقول لك انا بفسخ او بعلن رحيل علي معلول يعني ايه، للحفاظ ماء الوجه او عشان اشيل الحرج من على الكل. لا لا لا، مش كده خالص. يعني النادي الاهلي شاري علي معلول لاخر ثانيه، واتعرض عليه حاجات كتير ان انت نعمل لك ماتش اعتزال وتبقى وسطينا كاداري او تبقى وسطينا كحاجه، يعني هو رافض وعايز يلعب، وعايز يلعب. فالحته الفنيه هي دي المشكله، ان مارسيل كولر مش عايز يحطه في القايمه. دي حته مضايقانا احنا شخصيا، وانا متضايق من حته زي كده. يعني علي معلول ما يمشيش، انا شايف ان هو ما يمشيش، وفاده تقيله جدا. حتى لو انت ما احتاجتوش كباك شمال ياخد الخط من اوله لاخره زي ما كان بيلعب، على الاقل انا ممكن استفاد منه كجناح زي ما بعمل مع كريم الدبيس. طب لو انت شايف ان هو بدنيا مش هياخد الخط كامل، ما عنديش مشكله، انا ممكن افهم حاجه زي كده، بس انا اقدر ان انا العبه بتوظيف جديد زي ما انت وظفت كريم الدبيس في الحته اللي قدام بس، فانت ممكن توظف علي معلول في حته زي كده. فالكلام ان النادي الاهلي لو ما وصلش لفرده اجنبيه تاني، فعلي معلول هيتأيد وخلاص على كده ونقفل الباب وعلي معلول يكمل. بس انا عن نفسي انا مش شايف ان ده حل. علي معلول يعني مش مركون على الرف، زي ما احنا كنادي اهلي ما نقبلش ان احنا نتركن على الرف، برضه ده لعيب. ما يعني انت برضه قول لي، انت علي معلول بيفكر في ايه دلوقتي؟ يعني اكيد زعلان، اكيد متضايق، اكيد شايف ان انا بعد العمر ده كله في النادي الاهلي، ما انا ما بس النادي الاهلي عايزك كعلي معلول، النادي الاهلي عايزك. هو مارسيل كولر المشكله عنده، رايي الشخصي ان علي معلول يكمل، كفايه الصفقات اللي انت جبتها، وعلي معلول يكمل، ده رايي المتواضع. علي معلول قيمه صعب، مفيش اتنين بيختلفوا عليه. يعني علي معلول مش هتعرف تكرره تاني. ده كان راينا في صفقات النادي الاهلي والكلام المنتشر الكتير حوالين النادي الاهلي وحوالين صفقاته. ما تنساش اللايك، ما تنساش الشير، ما تنساش السبسكرايب، ما تنساش تعمل مشاركة عشان يوصل لك كل جديد، ونحاول ان احنا نوسع عائلتنا. استنوني في فيديو جديد عن اخبار النادي الاهلي.